كتير بنسأل يا ترى ايه هي الشخصية النرجسية او الشخصية المتلاعبة. تعالوا نعرف مع بعض اهم الصفات اللي بتبقى موجودة فيها. اول صفة حب شديد للذات، بيحب نفسه جدا. تاني حاجة هو ما بيشوفش نفسه غلطان ابدا، مفيش حاجة اسمها ان انا غلطان او ان انا بعمل او ممكن ان انا اعمل حاجة غلط. الحاجة التانية عنده حب للسيطرة والهيمنة على الشخصية اللي قدامه جدا. عنده احتياج دائم للإعجاب، دايما بيحب يبقى موجود في مجتمعات أو في لقاءات يحس فيها إن الناس معجبة بيه. عنده الغيرة وحب المنافسة قويين جدا. يهتم قوي بشكله الخارجي ويهتم قوي بصورته الخارجية، ودايما عينيه على الناس بتشوفه ازاي، ودي من أحد النقاط اللي بتخليه يحسن من صورته قدام الناس. ما عندوش تحمل المسؤولية للآخرين، لكن هو قادر ان هو يتحمل مسؤولية كل ما يخدم شكله الخارجي. دايما علاقاته بيكون فيها المصلحة. عندي مصلحة معاك هيبقى لي علاقة، ما عنديش مصلحة معاك انا معرفكش. دي اهم الصفات بتاعت الشخصية النرجسية. طيب مهم ليه نعرف الصفات دي؟ عشان بدل ما نكون او بدل ما نفوق واحنا ضحايا للنرجسي، لا احنا نفوق واحنا عارفين احنا بنعمل ايه، او عارفين ان اللي قدامنا ده نرجسي. طيب النرجسي بيتميز بحاجتين: ان هو شخصية ساحرة جدا، شخصية ساحرة قوي. الحاجة التانية شخصية مدمرة قوي. يا ترى هو ليه شخصية ساحرة؟ ليه بنقول عن النرجسي ان هو شخصية ساحرة؟ اولا في نوعين من النرجسي، يا اما يكون نرجسي معلن بيعلن عن ده، او خفي. يعني ايه بيعلن عن ده؟ يعني بتبان قوي في حتة النقد، بينقد وينتقد وفقط. ده النرجسي الواضح او ده النرجسي الصريح، بيعمل افعاله بمنتهى الوضوح. في النرجسي الخفي بتبان قوي في النقد، ان هو يديك النقد معاه ميزه: انت حلوه في كذا بس لو تعملي كذا وتعملي كذا. فيوصل لك شعورين: شعور ان انت حلوه، وشعور ان انا ناقصني حاجه. فابقى مش عارفه هو الكلام ده مدح ولا الكلام ده ذم. فناخد بالنا من النقطه دي كويس جدا. طيب ليه شخصيه النرجسي شخصيه ساحره؟ عشان هو بيعرف يقرا الناس كويس، ودي ميزه فيه، بيعرف يقرا الناس كويس. تاني حاجة ان هو بيعرف يمثل التعاطف. النرجسي لا يتعاطف لكن بيعرف يمثل ان هو متعاطف معاه. تالت حاجة ان هو بيغرق الضحية بتاعته باهتمام مفرط، مهتم قوي. في بدايات، طبعا في البدايات ده اللي هي طريقة رسم الشباك، بيبقى مهتم قوي، بيبقى شخصية مهتمة جدا، بيعرف يوصل الحب والاهتمام والرعاية والدعم والسند، فبيبهر الشخصية اللي قدامه. كمان بيعرف يلعب قوي على المشاعر، بيعرف بما ان هو بيعرف يقرا الناس اللي قدامه، بيعرف ايه المشاعر اللي ناقصاه، ايه الشعور اللي الشخص ده محتاجه، فبيعرف يديك المشاعر اللي انت محتاجاها. عشان كده هي شخصية جذابة، مبهرة، متكلمة، خفيف الظل، مظهره شيك جدا، بيهتم بشكله الخارجي جدا جدا، بيهتم بالصورة العامة ليه. كل الحاجات دي بتخليكي منجذبة ليه، وبتخليكي ان انت وقع تحت تأثير السحر بتاعه ده. طيب ليه بقى هو شخصية مدمرة؟ ليه بنقول عليه شخصية مدمرة؟ عشان هو بيعمل 5 حاجات. أول حاجة بيعملها هدم ثقتك بنفسك، دي أول حاجة. الحاجة التانية السيطرة، هو بيميل إلى السيطرة عليك، مش للحب، بيميل للسيطرة. الحاجة التالتة هي تشكيكك في نفسك، دايما بيشككك في نفسك، ويبتدي الأول بتشكيكك في اللي حواليكي. اللي حواليكي ما بيحبوكيش، اللي حواليكي بيغيروا منك، اللي حواليكي مش عايزين مصلحتك، فيبدأ يشككك في اللي حواليكي. الحاجة الرابعة هو كم من التناقض اللي بيديهولك في نفس الوقت: بحبك وبعدين كمان شويه ما بحبكيش، بديكي، بقول كلام حلو وبعمل افعال مش حلوه. فانت طول الوقت عايشه في دايره من عدم الثقه بالنفس، التناقض، التشكيك، السيطره، عدم التعاطف. مهما تحكي ايه المشاكل اللي حصلت لك، ايه ما بيتعاطفش تماما. فكل الحاجات دي بتدمر شخصيه الانسانه المرتبطه بيه، او الانسان اللي احنا بنسميها الضحيه. طيب نتعامل ازاي؟ نتعامل ازاي مع الشخصية النرجسية؟ ايه اهم 5 حاجات نعملهم بحيث ان احنا نعرف نتعامل مع الشخصية النرجسية دي؟ اول حاجة ابقى مقتنعة ان التغيير لا اسعى لتغييره، ولا التغيير في ايدي اصلا. فابعد عن فكرة انا هغيره، انا هصلحه، طب يمكن الطريقة الفلانية تعدل منه، طب يمكن الطريقة الفلانية تغير منه. يعني ابعد عن فكرة ان انا بحاول ان انا اغيره. دي اول حاجة. الحاجة التانية
ابدا اشتغل على حدودي النفسيه، حدودي الداخليه، اعيد بناء حدودي الداخليه. يعني ايه حدودي الداخليه؟ ما تاثرش بالحاجات اللي هو بيقولها، ما يبقاش اللي بيعمله ده بيأثر فيا. وده اول حد انا محتاجه ان انا احطه. الحد التاني ان يبقى ثقتي بنفسي وحدودي قدامه واضحه جدا، ان الكلام ده مش هيأثر فيا، وده واضح وده واضح، بس ابنيه من جوه عشان يبقى واضح للي بره. النقطة التانية ان انا اعيد بناء ثقتي بنفسي تاني، اشوف مميزاتي، اشوف ايه الامكانيات اللي عندي، ابدأ اشتغل على اعادة بناء ثقتي بنفسي. الحاجة الرابعة والمهمة ان انا ما شاركهوش اي تفاصيل شخصية، لان هو بيستخدم المشاركة بتاع التفاصيل الشخصية دي ضدي. اي احداث بتحصل لي خاصة بي انا بيستخدمها ضدي، وبالتالي ما شاركهوش خالص. النقطة الخامسة والمهمة جدا، اتعلم ازاي ما تعاطفش معاه. عدم التعاطف معاه بمعنى ان اللي بيقوله ما بيأثرش في مشاعري، اللي بيحصل له ما بيأثرش في مشاعري، لان دي من النقاط اللي بتخليني كل مرة ارجع تاني للضحية، ارجع تاني يعرف يجيبني تاني من الحتة دي. دي اهم خطوات ان انا ازاي اقدر بيها اتعامل مع شخصية النرجسي او شخصية المتلاعب. انا لايف كوتش شيماء حزة، اشوفكم على خير.